كتير من المشاعر السلبية بتأثر علينا وبتخلينا نفقد سلامنا وبنتصرف تصرفات بنندم بعديها، وموقف صغير ممكن يتقلب لخناقة كبيرة لأن أنا مش عارفة أضير المشاعر اللي بتتحرك جوايا بالشكل ده. النهاردة هنتعلم عن حاجة اسمها تمارين اليقظة، بتساعدني جدا أبقى صاحية ومتيقظة وموجودة هنا ودلوقتي. أول تمرين مثلا ممكن نتدرب عليه إني أبقى قاعدة حاسة بالقعدة بتاعتي، حاسة برجليا، بطراطيف صوابعي، حاسة بظهري وهو ساند على الكرسي. لو ركزتوا معايا هتلاقوا مرات بنبقى في أجزاء في جسمنا مش حاسين بيه أو ناسينه. ده تمرين بيساعدني كتير إن أنا أبقى هنا ودلوقتي. تمرين الحواس الخمس، بحاول أشوف 5 حاجات موجودين حوالين مني، وبحاول ودني تسمع 4 أصوات ممكن أبقى سامعاهم، وأبقى حاسة بملمس 3 حاجات وأنا موجودة. وحاسة الشم، بحاول أشم ريحة أكل، ريحة بنزين، وأشوف طعم بقي علشان لساني آخر حاجة شربتها إيه، كانت قهوة، كان شاي. كأني براجع على الحواس بتاعتي وأنا موجودة في نفس ذات اللحظة. لو عملنا التمارين دي مع بعض أتصور هتساعدني كتير أبقى موجودة هنا ودلوقتي، وأبقى واعية لمشاعري اللي ممكن تغلبني وتخليني أغضب كتير.